الحلقات اللي فاتت كنا بنغوص جوه الذرة وبنقرب أكتر من الإلكترونات والبروتونات، ويمكن في لحظة سألت نفسك هو احنا ليه بنتعمق في كل ده؟ احنا مش بنتكلم عن الكهرباء ليه؟ الحقيقة المدهشة هي إن كل حاجة حوالينا، أي حاجة في الكون كله فيها كهرباء، مش بس بتتأثر بالكهرباء، لأ جواها بالفعل. ليه؟ لأن أي مادة، أي جسم، أي شيء في الكون مصنوع من ذرات، والذرات دي عبارة عن جسيمات مشحونة، بروتونات موجبة، إلكترونات سالبة. كل حاجة زي المية اللي بنشربها، الحديد اللي في الباب، جسمك انت، عقلك، دمك، كل ده فيه كهرباء. يعني ممكن نقول كده ببساطة الكهرباء مش ظاهرة خارجية، دي مكون أساسي للوجود، هي جزء من تركيب أي حاجة في الوجود. بس خد بالك، مش معنى ان كل حاجة فيها كهرباء ان كل حاجة فيها تيار كهربي. التيار الكهربي هو احد اشكال استخدام الكهرباء. احنا اللي عملنا التيار الكهربي، ايوه احنا اللي اخترعنا التيار، احنا اللي وجهنا الشحنات، حطينا لها فرق جهد وخليناها تتحرك في اتجاه واحد، ساعتها بس حصل التيار الكهربي. تعالى معايا احكي لك القصة من اولها وازاي العلماء اخترعوا التيار. في اخر القرن ال18 كان في عالم اسمه لويجي جالفاني، كان بيشرح ضفدع، تجربة تشريح عادية جدا. لمس العصب بتاع الضفدع بمشارة معدنية فلقى رجل الضفدع نطت. قالك وقتها ان في كهرباء حيوية جوه الكائنات الحية. تمام لحد كده كلامه مش غلط تماما، بس مش دقيق وما كانش ليه اساس علمي واضح وقتها. جه بقى بعده أليساندرو فولتا، فاكر العمود الفولتائي اللي قلتلك اخترع سنة 1800 ويعتبر أول بطارية؟ أيوة هو ده العالم أليساندرو فولتا، هو اللي عمل العمود الفولتائي اللي هو البطارية يعني، بس مش عشان ينور مصباح أو يشغل موتور، لأ، لأن لسه الكهرباء دي ما كانتش ليها استخدامات معروفة. لكن هدفه كان علمي، يثبت ان الكهرباء مش حيوية، مش جاية من أجسام الكائنات، ولكن نقدر نولدها من المعادن. فولتا قال لأ، الضفدع اتحرك مش بسبب كهرباء من جسمه، لكن بسبب تفاعل بين المعادن المختلفة زي الزنك والنحاس اللي كانت بتلمس الضفدع. فقرر يعمل تجربة، جاب شرايح من النحاس والزنك وقطن مبلول بمحلول ملحي بينهم عشان يوصل الكهرباء، والنتيجة الشحنات بدأت تتحرك في السلك. شفت بقى ان احنا اللي عملنا التيار؟ شفت اصلا جه ازاي؟ العلم ده مدهش يا صديقي، واللي وصلنا له خد سنين كتير قوي بيتبني. ودي كانت اول مرة في التاريخ يحصل تيار كهربي مستمر وموجه في سلك. اللي عمل كده هو فولتا، وما كانش بيعمل البطارية عشان يشغل موتور او لمبة زي دلوقتي. وعشان كده لازم ناخد لحظة نفهم التيار كويس جدا عشان ما نفتكرش ان الكهرباء بتساوي سلك ولمبة وبطارية، لا، دي مجرد تطبيقات عملية، لكن الحقيقة اوسع بكتير. عايزة اقولك ان احنا هنتكلم عن تاريخ الكهرباء من اوله واتبنى ازاي واحدة واحدة من الاول خالص، بس ما تركزش في ده دلوقتي. خلينا دلوقتي نكمل ونقول الكهرباء في شكل تعريف علمي مفصل شوية. الكهرباء هي أي ظاهرة أو أي تأثير ناتج عن وجود أو حركة شحنات كهربائية، سواء كانت موجبة أو سالبة، ثابتة أو متحركة. وممكن برضو نقول الكهرباء هي تفاعل الشحنات في كل ما حولنا، ممكن تظهر بشكل تيار أو شحنة ساكنة أو مجال أو تأثير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي. لك أن تتخيل أن المخ بيشتغل بالإشارات الكهربائية، القلب بينبض بإشارات كهربائية منتظمة، العضلات بتنقبض لما تيارات صغيرة تمر فيها، الكيمياء نفسها كلها مبنية على توزيع الشحنات. معنى الكلام، الكهرباء مبدأ كوني، مش بس مجرد فيشة ولمبة وبطارية. عارف في كام شكل من أشكال الكهرباء؟ عد معايا: الكهرباء الساكنة، التيار الكهربي، الجهد الكهربي، الكهرباء المغناطيسية، الكهرباء في التفاعلات الكيميائية. هشرح لك كل واحد بالتفصيل واديك أمثلة وافهمك الدنيا ماشية ازاي، بس قبلها تعالى أكد معاك على معلومة صغيرة هتنفعنا جدا بعدين. احنا قلنا ان الذرة بتتكون من نواة فيها بروتونات ونيوترونات، وقلنا عدد البروتونات هو العدد اللي بيحدد نوع الذرة، دي ذرة عنصر ايه، صح كده؟ محتاجين نأكد بقى ان الذرة في حالتها الطبيعية، اي ذرة في الكون في حالتها الطبيعية والعادية، عدد الالكترونات فيها يساوي عدد البروتونات بتاعتها، وبالتالي الذرة في طبيعتها لا تحمل شحنة.
ليه؟ لأن عدد البروتونات بيساوي الإلكترونات، تلاشي الشحنات بعضها البعض وتصبح قيمة الشحنة النهائية للذرة في الحالة العادية تساوي صفر. يبقى أي ذرة في الكون عدد البروتونات هو اللي بيحدد نوعها، وعدد الإلكترونات في الذرة لازم يكون مساوي لعدد البروتونات، والذرة كلها على بعضها لا تحمل شحنة. فيها شحنات من جوه، الكترونات سالبة بروتونات موجبة، ولكن متساويين في القيمة، وبالتالي صافي الشحنة النهائية للذرة العادية في الطبيعة يساوي صفر. ده تركيب الذرة، تركيبها متناهي الدقة، ما ينفعش يكون فيها خلل، لأن اللي خلقها وشكلها هو ربنا مش احنا. لو أول مرة تسمعنا، احنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل في الحلقات اللي فاتت، ممكن ترجع لها على السريع. خلينا نكمل. هل الذرة المتعادلة معناها ان الذرة مستقرة؟ لا، التعادل ده معناه حالة الذرة العادية، وضعها الطبيعي اللي هو ايه؟ عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات. لكن الاستقرار الذرة بيتحدد عن طريق عدد الإلكترونات في المدار الأخير، يعني كل الذرات متعادلة في حالتها الطبيعية، لكن مش كل الذرات مستقرة. ممكن تكون ذرات متعادلة وغير مستقرة، تمام كده؟ يعني التعادل مش بيساوي الاستقرار، التعادل حاجة والاستقرار حاجة تانية. الذرات كلها متعادلة، لكن في ذرات مستقرة وذرات لأ. يعني ايه بقى ذرة مستقرة؟ الذرة المستقرة هي الذرة اللي مش بتتغير أو تتحلل أو تتفاعل بسهولة، مقاومة جدا للتأثير الكهربي الخارجي. الذرة المستقرة ذرة غير نشطة. العناصر اللي ذرتها في حالة استقرار تام بنسميها عناصر خاملة، والعناصر دي في حالتها الطبيعية لا تشارك في الكهرباء، لا توصل تيار ولا تتآين ولا تتفاعل. تأثيرها الكهربي المباشر ضعيف جدا أو يكاد يكون معدوم، لكن ده مش معناه إنها ما فيهاش كهرباء. لا، الشحنات موجودة جواها فعلا بس ما بتتفاعلش. من الآخر، العناصر الخاملة ملهاش مكان معانا في حوار الكهرباء، رغم إن بداخلها شحنات كهربائية، ولكن تأثيرها بالنسبة للكهرباء يكاد يكون منعدم إلا إذا عرضتها لظروف قهرية. طب ليه ما بتتأثرش أو تؤثر كهربيا رغم احتوائها على شحنات كهربية؟ لأن شحنتها ثابتة ومتوازنة، الإلكترونات مش بتنتقل منها ولا إليها، يعني مفيش تآين ولا تراكم ولا تيار، فبالنسبة لنا هي كأنها كهربائيا شفافة، ما بتتأثرش ولا بتؤثر. كده العناصر الخاملة اركنها، ملهاش دور معانا في الكهرباء. باقي العناصر كلها ليها تأثير كهربي، مش شرط يكون تيار. زي ما قلنا، الكهرباء هي كل الظواهر الناتجة عن تأثير ناتج عن وجود أو حركة شحنات كهربائية، سواء كانت موجبة أو سالبة، ثابتة أو متحركة. في تقسيم كده للعناصر من حيث التوصيل الكهربي، وهو عناصر موصلة، عناصر شبه موصلة، عناصر عازلة. وللأسف في ناس بتفتكر ان التقسيم ده تقسيم الكهرباء، مع ان التصنيف ده مبني بس على قدرة العناصر على التوصيل الكهربي فقط، وده هو أهم استخدام وظيفي للكهرباء في حياتنا اليومية والصناعية، ولكنه ليس الكهرباء، وإنما تطبيق مهم في الكهرباء. ففي ناس بتفتكر العناصر العازلة ملهاش علاقة بالكهرباء خالص، ولكن خليني أكد عليك تاني، الكهرباء مش التيار. العناصر العازلة ليها تأثير كهربي، وهشرح لك دلوقتي، وهقولك ان الموصلات زي النحاس في اشكال من الكهرباء ما بتنفعش معاها، وهديك امثلة على كل الاشكال دلوقتي. بس خليك فاكر كل العناصر ليها تأثير كهربي باستثناء العناصر الخاملة، وان التقسيم اللي فوق ده هو على حسب تطبيق واحد من الكهرباء اللي هو توصيل التيار الكهربي، وان العوازل مش معناها ان ملهاش علاقة بالكهرباء، لانها تحمل شحنات كهربية. الكلام ملخبط شوية، لان عشان المعلومة تبقى كاملة محتاجة تتفصص وتتشرح بأمثلة حياتية وتطبيقية، عشان كده ما تتسرعش، وهنفهم معنى كل ده كمان شوية. خليني اقولك ان الى الان مفيش تقسيم رسمي موحد للعناصر حسب تأثرها بالكهرباء عموما، بالرغم ان كل العناصر ليها سلوك كهربي بشكل او اخر. عارف ليه؟ لان العلم بيصنف حسب الهدف العملي مش حسب المفهوم الواسع. يعني اي تصنيف موحد رسمي لازم يجاوب على سؤال واحد، زي هل كل العناصر دي بتوصل تيار ولا لا؟ لان تأثير الكهرباء عامة كله نفسه معقد متنوع، بيختلف حسب الظروف والتخصص.
تعالى نناقش بقى أشكال الكهرباء والتأثيرات ونربط الدنيا ببعض. عارف أول لما بتلبس بلوفر صوف وتقلعه وفجأة تلاقي شعرك قرر يعلن الاستقلال، أو لما تلمس مقبض باب وتحس بلسعة كهرباء، أو تلمس أختك كده عادي وتصرخ وتقولك انت كهربتني. احنا بنضحك على الكلام ده اللي بيحصل كل يوم، بس عمرك سألت نفسك هو ايه اللي بيحصل فعلا؟ يعني علميا. السؤال هنا، هل ده نوع من أنواع الكهرباء فعليا؟ وإيه نوع الكهرباء ده؟ أيوة، ده نوع من أنواع الكهرباء فعليا، اسمه الكهرباء الساكنة، وهي عكس التيار الكهربي تماما. قبل ما أفسر لك اللي بيحصل هيكون عندك تساؤل، هل الكهرباء اللي حكيتي عنها اللي حصلت في شكل انتقال منك لشخص آخر، أو لما حسيت بلسعة لما مسكت المقبض بتاع الباب، ليها لازمة وتطبيقات عملية، ولا مجرد ظاهرة هنفككها فقط وملهاش لازمة في حياتنا؟ ليها تطبيقات عملية مذهلة جدا وليها أهمية كبيرة في عالم الكهرباء. ويلا نبدأ. الكهرباء الساكنة هي نوع من الكهرباء بيظهر لما بيحصل عدم توازن في الشحنات الكهربائية على سطح جسم معين. ساكنة هنا معناها إن الشحنات مش ماشية أو بتتحرك في سلك زي التيار العادي، لا، دي شحنات بتتجمع وتستقر مؤقتا على سطح جسم معين، وممكن تنتقل فجأة لما تلاقي فرصة. وهنا أقصد بالشحنات الكهربية اللي بتستقر مؤقتا على سطح جسم هي الإلكترونات فقط. ليه الإلكترونات فقط؟ لأن الإلكترونات هي فقط اللي بتنتقل من ذرة لأخرى، فيبقى فيه جسم خد إلكترونات زيادة وجسم فقد إلكترونات. الجسم اللي اكتسب الكترونات بقى محتاج يفرغ الشحنة الزيادة، واللي فقد الكترونات بقى محتاج يعوضها فيكتسب الكترونات. لما الذرة تفقد الكترون بتبقى موجبة الشحنة، ولما الذرة تكتسب الكترون بتبقى سالبة الشحنة. طب يعني ايه؟ هل هو زي الشحنات موجب وسالب بتاعة البروتونات والالكترونات؟ لا، هنا الوضع مختلف. بنحسبها ازاي بقى؟ بص يا سيدي، الذرة المتعادلة يعني ايه؟ عدد بروتونات بيساوي عدد الالكترونات. لو الذرة فقدت الكترون يبقى ايه اللي حصل؟ بقى عندي عدد البروتونات اكتر من عدد الالكترونات، يعني الشحنة الموجبة بقت اكتر من الشحنة السالبة، وده معناه ان الشحنات الموجبة غلبت، فبقت الذرة موجبة الشحنة. طب لو الذرة اكتسبت الكترون، كده بقى عندي عدد الالكترونات اكتر من عدد البروتونات، وده معناه ان الشحنة السالبة غلبت، فبقت سالبة الشحنة. ازاي بتتكون بقى الكهرباء الساكنة؟ لما جسمين بيحتكوا ببعض الالكترونات بتنتقل من جسم للتاني. مثال، لما تلبس هدوم من الصوف او تنفشف شعرك بالفوطة وتلاقي شعرك بيبدأ ينفش ويتنافر وكأنه بيهرب من بعضه، تحسه واقف كده. اللي بيحصل هنا هو ان نتيجة احتكاك الشعر بالصوف او الفوطة الالكترونات بتنتقل من سطح لسطح. اي مادتين هيحصل بينهم احتكاك هيحصل انتقال للشحنات الكهربائية. اللي هي ايه الشحنات الكهربائية اللي هتنتقل؟ احنا قلنا الالكترونات فقط، يعني جسم هيدي الكترونات وجسم هيستقبل الكترونات. طب ده على اي اساس؟ الاساس ان في مادة بتميل الى الفقد ومادة تميل الى الاكتساب. طب لو نفترض المادتين بيميلوا إلى الاكتساب أو المادتين بيميلوا إلى الفقد مثلا، الموضوع هنا بيتحدد حسب ترتيب المادتين في السلسلة الكهروستاتيكية. حتى لو الاتنين عندهم ميل للفقد أو الاتنين عندهم ميل للاكتساب، واحدة فيهم هتكون بتميل للاكتساب أكتر من التانية، فهتاخد والتانية هتضطر تفقد. وطبعا الفقد والاكتساب على حسب عدد الإلكترونات في المستوى الطاقة الأخير. الذرة دايما بتسعى للاستقرار، فهل لو فقدت هتستقر ولا لو اكتسبت هتستقر؟ واللي بيحدد ده هو عدد الالكترونات في المدار الاخير. هل محتاجة الكترون او 2 عشان المدار يبقى كامل وتستقر، ولا عندها الكترون او 2 في المدار والافضل ليها تفقدهم عشان تستقر؟ المهم نرجع لشعرك اللي وقف ليه؟ لما حصل احتكاك بين شعرك والصوف، الصوف بيميل الى اكتساب الالكترونات اكتر من شعرك، فهيكتسب الالكترونات من شعرك. طب ماشي، ليه برضو شعري وقف كأني اتكهربت؟ بعد ما الشعر بيفقد الالكترونات، كل الشعيرات اللي فقدت الكترونات بقت مشحونة بنفس النوع من الشحنة اللي هي شحنة موجبة، وبما ان الشحنات المتشابهة بتتنافر، الشعيرات بتبدأ تبعد عن بعضها. واو! وخليني اوضح اننا لما بنتكلم عن انتقال الالكترون من جسم الاخر ونقول تراكم شحنات،
ده مش معناه ان الجسم بيفقد الكترون واحد. الاحتكاك بيكون بين سطحين فيهم مليارات الذرات، كل ذرة فيها الكترونات في الغلاف الخارجي. الاحتكاك بيخلي عدد ضخم من الالكترونات ينتقل من سطح للتاني، يعني ما بنتكلمش عن الكترون او اتنين، ده ممكن يكون مليارات الالكترونات اللي انتقلت من مادة للتانية. وخلي بالك بيحصل تراكم للشحنات على السطح الخارجي للجسم، هوضح لك ده كمان شوية. المهم، شفت ازاي الذرات في شعرك والصوف، ازاي الكهرباء بتحصل وانتقال شحنات وتأثير كهربي. خلينا نكمل. العناصر والمواد اللي بتخزن الكهرباء الساكنة هي المواد العازلة زي البلاستيك، الزجاج، المطاط، القماش الجاف، الشعر. ليه؟ لأنها مش بتسمح بمرور الإلكترونات بسهولة، فالشحنات بتتراكم عليها. يعني ايه؟ يعني في المواد العازلة ما بتلاقيش الالكترونات تتحرك في المواد العازلة كده بين الذرات وبعضها، يعني ما بيمرش الكترونات بين الذرات. الالكترونات محكومة بالذرة وفي حركة دائمة جوه الذرة بس، لكن ما بتسمحش بمرور الكترونات بين الذرات. زي العناصر الموصلة زي النحاس مثلا، لما بتكتسب الكترونات بتخزنها على السطح فقط ولا تسمح بمرورها. العناصر والمواد اللي ما بتحتفظ بالكهرباء الساكنة هي المواد الموصلة زي المعادن، نحاس، حديد، ألمنيوم، الجسم البشري، المية خصوصا لو فيها أملاح. ليه؟ لأنها بتفرغ أي شحنات بسهولة. يعني إيه؟ يعني لو عندها شحنات أو إلكترونات زيادة بتخليها حرة تنتقل بين الذرات وبعضها، وهو ده سر إن المواد الموصلة بتتأثر بالكهرباء بشكل تيار كهربي، بينما المواد العازلة بتتأثر بالكهرباء في شكل كهرباء ساكنة. وده يثبت لك ان كل العناصر وكل المواد واي حاجة في الكون بتتأثر بالكهرباء بشكل مختلف، لان الكهرباء مش بس تيار. تعالى ناخد مثال تاني على الكهرباء الساكنة وبعدين ندخل على التطبيقات العملية. ساعات ممكن تلمس مقبض الباب او حاجة معدن او حتى اختك او اي شخص وتحس انك اتكهربت، صح؟ بتحصل لنا كلنا عادي. اقولك اللي حصل. اول حاجة انت بتبقى احتكيت بحاجة زي انك ماشي على سجادة او لابس لبس يميل لتخزين الشحنات. المهم جسمك حصل له احتكاك مع الارض او اللبس فبدأ يتجمع عليه شحنات ساكنة. الشحنة دي فضلت متخزنة في جسمك لان مفيش طريق جسمك يفرغ فيه الشحنات الزيادة اللي اكتسبها، مفيش تفريغ. اول ما جسمك يلاقي طريق للتفريغ زي انك لمست شخص اخر او لمست مقبض الباب المعدني مادة موصلة، اول ما لمسته حصل تفريغ للشحنات وانتقلت منك للمقبض، او العكس لو كان جسمك هو اللي موجب. يعني ايه؟ يعني لو جسمك ناقص شحنات الشحنات هتنتقل من المقبض لجسمك، ولو جسمك زايد فيه شحنات هتنتقل الشحنات من جسمك للمقبض. التفريغ دايما بيحصل في الاتجاه اللي يرجع التوازن. الكهرباء الساكنة دايما بتحاول ترجع التوازن اللي هو ايه؟ التعادل الكهربي. الالكترونات تساوي البروتونات، وفي الحالتين هتحس بلسعة كهرباء. شفت الذرات بقى والالكترونات والبروتونات كان لازم نقعد شوية نشرح فيهم ليه؟ سؤال: هل الكهرباء الساكنة تتم فقط من خلال احتكاك؟ لا، الاحتكاك هو وسيلة واحدة فقط من وسائل توليد الكهرباء الساكنة، لكن في وسائل تانية زي التأثير، جسم مشحون يقرب من جسم متعادل فيجبر شحناته تتحرك بدون لمس. التوصيل، جسم مشحون يلمس جسم تاني فينتقله الشحنات. سلك مشحون يلمس معدن. التفريغ الكوروني، مجال كهربي قوي جدا بيقاين جزيئات الهواء او الغازات. تعالى ناخد تطبيق عملي بقى علشان نقفل الحلقة دي علشان شكلك زهقت. التطبيق هيكون فلاتر الهواء. الفكرة بتنظف الهواء من جزيئات التراب والدخان باستخدام شحنات كهربية. الجسيمات الصغيرة في الهواء زي التراب والدخان بتتشحن بشحنة كهربية وبعدين بتنجذب لألواح مشحونة بالعكس فتلتصق فيها، وبكده بيتم تنظيف الهواء. أماكن استخدام فلاتر الهواء: المصانع، محطات الكهرباء، وحتى بعض أجهزة تنقية الهواء في البيوت. ازاي ده بيتم وايه علاقته بالكهرباء؟ ازاي الفلتر ده بيشتغل؟ تعالى معايا. المشهد كالآتي: الهواء الملوث اللي طالع من المصنع بيمر داخل صندوق أو أنبوبة ضخمة. جوه الأنبوبة دي بنلاقي في أسلاك رفيعة بتولد شحنات كهربائية ساكنة سالبة، تمام؟ وراها في ألواح معدنية كبيرة مشحونة بشحنة موجبة. الخطوات بتحصل ازاي؟ اول حاجة بيتم شحن الجسيمات.
أول ما جزيئات التراب والدخان تمر قدام الأسلاك المشحونة بيتم شحنها بالكهرباء الساكنة اللي هي ايه؟ الإلكترونات. يعني الجسيمات بتبقى محملة بالإلكترونات. تاني حاجة جذب الجسيمات للألواح. بعد ما الجسيمات بقت مشحونة سالبة بتمر على ألواح مشحونة موجبة. بسبب قوة التجاذب الكهربي بين الشحنات المختلفة الجزيئات بتنجذب وتتثبت على الألواح زي المغناطيس بالظبط، لكن باستخدام شحنات كهرباء ساكنة. عندك أسئلة كتير أنا عارفة وجايلك في الكلام. إزاي الغبار بيتشحن؟ وإيه علاقة الأسلاك؟ وإزاي شحنت الجزيئات بتاعة الغبار؟ الأسلاك داخل الفلتر بيتم توصيلها بفولت عالي ممكن يوصل ل50,000 فولت، وده بيخلق حوالين الأسلاك مجال كهربي قوي جدا في المنطقة اللي بيمر منها الهواء. لما الهواء يمر في الضغط والمجال العالي ده الهواء بيبدأ يتآين، يعني جزيئات الهواء زي الأكسجين والنيتروجين بتتفكك تحت تأثير الفولت العالي. لما الجزيئات بتاعة الهواء بتتفكك الإلكترونات بتنفصل عن الذرات. الإلكترونات اللي انفصلت بتبقى حرة في الهواء وتبدأ تلف حوالين أي جسم يقابلها. جزيئات الغبار والدخان بتاخد الإلكترونات. تعدي جزيئات الغبار على ألواح مشحونة شحنة موجبة، يحصل تجاذب بين الشحنة السالبة على جزيئات الغبار والموجبة على الألواح. جزيئات الغبار تنجذب وتتثبت على الألواح. واو! طب ليه الإلكترونات هتروح تلتصق في جزيئات الغبار؟ يعني ما هي ممكن تلتصق على جزيئات الهواء، إزاي هتفرق بين الغبار والهواء؟ خليني أقولك الإجابة وبعدين أديك المفاجأة. جزيئات الغبار والدخان بتاخد الإلكترونات ليه؟ لأن الغبار والدخان ليهم سطح كبير نسبيا، بيكونوا أكثر قابلية لالتقاء الإلكترونات لأنهم غالبا بيكونوا في حالة صلبة أو سائلة مش غازات. طب ليه الإلكترونات ما بتروحش لجزيئات الهواء العادية زي النيتروجين والأكسجين؟ لأن جزيئات الهواء صغيرة جدا جدا وسطحها ما بيساعدش الإلكترونات إنها تمسك فيها كويس، وكمان الإلكترونات بتتحرك بسرعة كبيرة جدا فبتميل إنها تلتصق بالجسيمات الأكبر في الطريق اللي هي الغبار والدخان. المفاجأة هو إن السلك المشحون بالفولت العالي دوره الأساسي في مرشح الهواء الكهروستاتيكي هو إنه يوفر إلكترونات حرة بتطير في الجو عشان تشحن جزيئات الغبار والدخان، وده بيتم عن طريق تفكيك جزيئات الهواء نفسه بفعل الفولت العالي. عارف ليه بيفكك جزيئات الهواء؟ علشان يبقى فيه إلكترونات حرة. بس في حاجة كمان، الهواء نفسه عازل طبيعي. يعني ايه؟ يعني في الظروف العادية الهواء لا يوصل الكهرباء، فلو عندك إلكترونات حرة في سلك مثلا وفتحته في الهواء الإلكترونات مش هتقدر تتحرك ومش هتقدر تطلع وتنتشر في الجو بسهولة. لازم يحصل حاجة تخلي الهواء يتآين عشان يبقى وسط يسمح بمرور الإلكترونات، وده بالظبط دور الفولت العالي والسلك، انه يحرر الكترونات تكون حرة ويخلي الوسط يسمح بمرور الالكترونات دي علشان تلتصق بالغبار. في امثلة كتير كمان على الكهرباء الساكنة، وده شكل واحد من اشكال الكهرباء، لان الكهرباء في كل حاجة وفي كل مكان، واساس الكهرباء شحنات كهربائية بتحملها مكونات الذرة اللي هي الالكترونات والبروتونات. خلينا ناخد مثال تاني بس الحلقة الجاية ان شاء الله. خليني افكرك ان مش هدفي اديك منهج علمي، انا عايزه افسر لك الحاجه اللي حواليك بتحصل ازاي ووصلنا لكل التكنولوجيا دي ازاي، وده هيتم في سلاسل كتير ان شاء الله. ما تنساش تتابعنا وتعمل لايك وشير، ولو عندك اي موضوع شغلك قول لنا في كومنت وهنحطه ضمن الخطه ان شاء الله.